يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والياسمين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب ابدا لا يخيب. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. عايزه دعوه حلوه كده منكم لام وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين. صباح الفل عليكم، ربنا يكبر بخواطركم ويصلح حالكم ويسعد قلوبكم يا رب. النهارده ان شاء الله صباح جديد ويوم جديد وروتين باذن الله كله طاقه ايجابيه، وان شاء الله هتاخدي مني احلى طاقه ايجابيه. هتقومي تعملي كل اللي وراكي بكل حب بكل نشاط بكل تشجيع، وان شاء الله كمان هتخلصي على طول. يومنا النهارده ان شاء الله بدأته من بدري، طبعا انا صاحيه النهارده بدري جدا جدا. زي ما انتوا عارفين من ايام رمضان وانا نومي متلخبط، وبصحى متاخر شويه عشان كمان الساعه اتغيرت والليل بقى قصير والنهار بقى طويل. فبحاول على قد ما اقدر ان انا ارجع زي ايام الشتاء. والله العظيم يا جماعه ايام الشتاء كنت بصحى من الساعه 6 ومن قبل 6 كمان. معرفش بصراحه لما بدخل الصيف يعني كل حاجه بتتلخبط ليه، الله المستعان. بنحاول نرجع لطاقتنا تاني ونشاطنا تاني بإذن الله، لأن زي ما انتوا عارفين أنا بحب الصحيان بدري. الصحيان بدري نعمة وصحة. ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. طبعا زي ما انتوا عارفين برضو لازم كل يوم الصبح احط دور في الغسالة. المسحوق بتاعي كان خلص فجبت مسحوق تاني، اللي انتوا عارفين اللي هو اوكسي بريحة اللافندر. بجيب 9 كيلو ب245. انا سمعت بقى لسه عارفة ان محلات الجملة بتبيع ال9 كيلو ب400، لكن طبعا لو انت هتجيبيه من محل عادي ب445. الله المستعان. بس انتوا عارفين ان انا ما بستخدمش اللي هو، لان بصراحة بيخلي الهدوم ريحتها حلوة وفي نفس الوقت بينظف بصراحة. يعني انا استخدمت يعني مسحوق تانية كتير ما عجبنيش، المسحوق ده بالذات يا جماعة بصراحة بيخلي الهدوم عندي زي الفل. وال9 كيلو دول يا جماعة بيقضوني اكتر من شهرين، يعني ممكن شهرين ونص. مع اني والله العظيم ما ببطلش غسيل، غسيل الصبح وبالليل الصبح وبالليل. الحمد لله. حطينا بقى الدور في الغسالة وشغلناها، وكنت كمان مشطبة المطبخ وغسلة المواعين، وفطرت كده لقمة بسيطة، وعملت بقى ليا كوباية السعادة، كوباية الباور، كوباية النشاط عشان افوق كده واشوف اللي ورايا. بعد كده دخلت بقى الانتريه كده بالراحة، لان طبعا احنا في الصيف يا جماعة بننام في الصالة. بصوا بقى في الصيف ده تلاقي عيل نايم عند التلاجة عيل نايم عند الغسالة، عيل نايم على البلاط. يعني في الصيف ده تلاقونا متفرعين في كل حتة في الشقة. فأنا داخلة كده بالراحة الانتريه، شربت كوباية الكابتشينو، وفي نفس الوقت كان عندي بقى غسيل من امبارح عايز يتطبق. قلت بقى بالمرة أطبقه، وبعد كده العيال لما تصحى أدخل كل حاجة مكانها. يعني أنا بحاول كده أشوف شغلي بالراحة عشان العيال نايمة. لما بعمل مثلا هيصة أو بخبط في حاجة أو حاجة يعني بتتخبط مني غصب عني، يعني بيصحوا هياكلوني يا ماما مش عارفين ننام، يا ماما انت بتعملي ايه الصبح بدري كده، يا ماما بطلوا خفت شويه. اقول لهم يا ولاد يعني بلاش اشوف شغلي يا ولاد. بقول لهم طيب ما انتوا بتبقوا نايمين وبصحى على هيستكم وبصحى على شكلكم، اعمل ايه فيكم بقى دلوقتي؟ على الاقل انا ببقى واقفه طول النهار وعايزه انام ارتاح. الله المستعان، ربنا يهدي. المهم بحاول يعني اعمل الحاجه في هدوء. بعد كده كان عندي بقى شوية فلفل كده رومي أحمر وأخضر. الفلفل الأحمر ده يا جماعة كنت جايباه يوم الوقفة عشان أعمله هريسة فلفل، بس طبعا ما كانش عندي وقت وما كنتش فاضية اللي أنا أعمله. وقلت فرصة النهاردة بقى طالما عندي وقت أعمله بالمرة، خسارة بدل ما يحصل له حاجة. انت عايزة بقى هريسة الفلفل دي تكون حامية شوية، حط قرنين شطة. لكن عندي ولادي يعني كمنهم ما بيحبوش الاكل حامي قوي، عشان كده ما حطيتش فلفل شطه. المهم غسلت الفلفل كويس وقطعته، واهم حاجه تبص فيه من جوه كويس، ده اهم حاجه. وبعد كده نحط بقى شويه بشويه في قلب الكبه. يعني مش هملي الكبه قوي عشان الكبه تقدر تفرم الفلفل. طلعت بقى التوم اللي انا كنت فرماه معاكم او مخزناه معاكم. احط بقى على كل دور مثلا قولي معلقتين 3 كبار، على حسب ما انت بتحبي التوم. انت بتحبي التوم مثلا ريحته نفاذة شوية كتري، ما بتحبيش ريحة التوم نفاذة قللي في التوم.
المهم حطيت معلقة كبيرة ملح كمان عشان الملح بيساعد ان الفلفل يتفرم على طول، او ايه يتفرم بسرعة اهو. طبعا شغلت بقى الكبة وبحاول ان انا برضو ايه ما نعمش الهريسة قوي، عشان لما بنعمها قوي بتنزل مية، مع انها نزلت مية برضو، بس هحاول اصفي المية من الهريسة. وطبعا هرسة الفلفل مش هحط عليها اي توابل، لان قبل كده كنت حاطة عليها التوابل، حسيت ان هي غيرت طعم الهريسة وفي نفس الوقت غمقتها. طبعا عملت كل الفلفل وحطيت حوالي معلقتين 3 من الزيت، والملح طبعا ان انا حطيته مع الفلفل في الكبة بس كده. وقلبت بقى الهريسة دي كويس جدا واحطها في علبة واحطها على طول في الفريزر. وقت الاستخدام هطلع العلبة تفك شوية واخد من الهريسة على قد ايه الطبخة اللي انا هعملها ما شاء الله. وطبعا بقى ايه هبقى اتبل الدقه او الهريسه، احط بقى كمون، فلفل، كزبره، اعصر ليمون، تحط بقى ايه التوابل اللي انت حباها. طبعا انا صفيت الميه تمام، يعني انا ميلت الطبق كده على جنب بالمعلقه وصفيت الميه. انت حابه تسيب الميه مفيش اي مشكله، لكن انا مش حابه الميه، لان بصراحه الهريسه نزلت ميه كتير، تحس ان هي ايه صيصه كده، فانا مش عايزاها صيصه. فانا صفيتها وبعد كده حطيتها في العلبه وحطيتها في الفريزر على طول. بصراحة يا جماعة الهريسة الشطة دي بتنجزني على طول، وقت ما تكوني تعبانة، وقت ما تكوني مثلا عاملة عزومة، وقت ما تكوني عايزة تطبخي وتخلصي على طول، تطلعها من الفريزر مفيش 5 دقايق زي التوم بالظبط، تاخدي منها قطعة وتعملي بيها الطبخة اللي انت حباها. وانا ما عملتهاش من زمان وكنت محتاسة بس بصراحة يعني حلوة. تحشي بيها دقة السمك، تعملي بها البامية، تعملي بها البتنجان، تعملي بها أي حاجة تدخلي فيها الهريسة، وتاخدي منها وتدخلي الهريسة تاني الفريزر عشان بتتحفظ في الفريزر. تمام تمام. طبعا غسلت انا بقى ايه الكبة والاطباق والحاجات اللي انا استخدمتها في قلب الهريسة، وفردت فوطة كده على الرخامة وحطيت الحاجة عليها عشان تنشف. ولما الحاجة تنشف بقى احط كل حاجة مكانها عشان يبقى كل حاجة تمام. يا سلام، انا بحب النظام يا والله يا جماعة، يعني انا بعشق النظام، بحب الحاجة مترتبة، بحب الحاجة كده تكون متنظمة قدامي. لو دخلت أوضة أو المطبخ والاقي الدنيا متكركبة، يا لهوي، يعني مش عايزة أقول لكم، يعني بتعصب وبتنرفز وبتعصب على اللي حواليا، لأن أنا مش متعودة على كده. دايما النظام والترتيب بيهدوا من النفسية. وعايزة أقولك كمان لازم تعودي ولادك على النظام والترتيب، عشان لو انت معودتهمش على كده انت اللي هتتعبي. لازم طالما انت بتحبي النظام والترتيب وعايزة الدنيا تكون رايقة حواليكي، لازم تعوديهم عشان هيساعدوك على كده. لكن طبعا لو انت بقى بتروقي وبتتعبي وبتنضفي وبيطلع روحك كده في تنظيف البيت وفي الاكل وفي الشرب وفي الغسيل، ولقيت اللي حواليكي مش بيساعدك على كده وبيبهدل في الشقة وبيرمي في الحوض وحاجة بصراحة يعني تنرفز، انت اللي هتتعبي وانت اللي هتتنرفزي وانت اللي صحتك هتروح على الفاضي. فلازم كل ام تعود ولادها على النظام والترتيب، واحدة واحدة ان شاء الله هيتعودوا. انا عملت كده مع ولادي، بس ابن الصغير يعني مغلبني شوية، بس كمنه لسه صغير، فانا واحدة واحدة بعوده. يعني انا بعوده هو خلاص يعني بدأ يتعود وعارف ان انا ما بحبش حاجة زي دي. يعني لو رمى ورقة في الارض او رمى حاجة في الارض، مجرد ما ابصله وبرق له كده يعرف على طول ان ده غلط، يقوم واخد الورقة حاططها في الباسكت. فيعني اهم حاجة النظام، ان انت تعوديهم على كده على الترتيب، هيكبروا بقى على كده، هيكبروا ان هم ينظموا حواليهم وينظفوا حواليهم. الاهمال وحش يا جماعة، الاهمال وحش. وكمان العيل لما بيكبر ان هو مهمل في كل حاجة، مش بس حتى في نظافة البيت، لا في كل حاجة، الإهمال وحش بيضيع صاحبه. كمان اللي بيهمل في حاجة هتلاقيه مهمل في كل حاجة وعنده استهتار في كل حاجة. فعشان كده بقولك لازم النظام والترتيب يكون في حياتك، عشان يعني انت اللي هترتاحي، وبالذات لما يكون عندك بنوتة بقى وبكرة هتكبر وتبقى عروسة وهتتجوز وهتفتح بيت، فلازم برضو تعوديها على النظام والترتيب والنظافة، وان هي تعرف ترتب الدنيا حواليها. يعني ما تقعدش وتلاقي الدنيا متكركبة وتقعد وتسيبها، لا، تقعد والدنيا رايقة حواليها وتنظف حواليها، عشان يعني تكون الحتة كده ايه نظيفة وباين عليها النظافة. وعلى فكرة يا جماعة الترتيب والنظام يعني بيوفروا من وقتك كتير. طول ما انت منظمة حياتك، طول ما انت منظمة وقتك، طول ما انت منظمة نفسك، بتحسي ان الوقت فيه بركة. ليه؟ عشان انت منظمة نفسك ومنظمة حياتك.
يعني أنا باقول لكل ست بيت أو لكل واحدة يعني حاولي على قد ما تقدري مشّي حياتِك بالنظام والترتيب، هتلاقي نفسِك ارتحتِ يعني مليون درجة. الله المستعان. طبعًا عندي بنتي خلّصت، يعني أنا ماسكاها بصراحة ممرمطاها بقى في الأجازة، لإن أنا طول السنة مطحونة، مطحونة. فطبعًا أنا ما باجيبهاش، يعني يوم التصوير أنا اللي أنا اللي باعمل، لكن طبعًا المكان اللي أنا ما باصوّرش فيه باخلّيها هي اللي تعمل فيه، بس هاحاول على قد ما أقدر أخلّيها بقى المكان اللي هي بتنضّفه تصوّر فيه. الله المستعان، ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. بعد كده يا حلوين طبعًا العيال صحيت بقى، لإن إحنا بنفرش على الأرض على السجادة ملاية كده وبننام عليها. العيال بقى صحيت، وبعد كده دخلت بقى على الصالة دي والأنتريه نضّفتهم. طبعًا الشقة عندي نضيفة من يوم العيد، بس لو ما مسحتش كل يوم، كل يوم وش السرير، الكوميدينو، الشيفونيرة، ترابيزة الأنتريه، والله العظيم لو عدّيت يوم ألاقي كوم تراب على سطح السرير، على الترابيزة. فلازم حتى لو مش هاكنس، لإن طبعًا عندي السجادة نضيفة وكل حاجة نضيفة، بس أهم حاجة إيدي أمسح الحاجات دي كلّها اللي بتلِم تراب. طبعًا امبارح أنا كانسة السجادة وماسحة البلاط، وطبعًا أنا شايلة مشّيات الطرقة، يعني أنا في الصيف باشيل مشّيات المطبخ ومشّيات الطرقة والأوض، باسيب بس السجادة بتاعة الأنتريه والصالة عشان إحنا بنقعد هنا على طول، تمام. وطبعًا أنا ماسحة هنا البلاط امبارح وماسحة كل حاجة، فلقيت الدنيا نضيفة وزي الفل. ما روّقتش بس غير السرير وكنبة الرُكنة، ومسحت طبعًا الأسطح يعني. ولقيت بقى يعني ما لوش لازمة إن أنا أكنس بقى الأنتريه والسجادة، لقيت الدنيا فُل بصراحة، لإن أنا عاملاهم امبارح. حتى امبارح لسه مغيّرة ملاية السرير، أنا باغيّرها على طول يا جماعة، يعني ممكن يوم ويوم تلاقوني مغيّرة الملاية، يعني عشان طبعًا عندي ابن صغير ما بيريّحش شوية، فممكن يطلع عليها يلحوسها. فأنا عندي دايمًا باحب الملاية تكون نضيفة، عشان كده تلاقوني اللي أنا باغسل ملايات كتير، عشان أنا باحبها نضيفة كده وزي الفل. وكمان عشان أنا محافظة على المكان ودايمًا باحب المكان نضيف ومرتب، تحسوا يعني المكان يعني مش لازمه اللي أنا أكنسه أو أمسحه، يعني المحافظة حلوة كمان بتريحني كمان من كل يوم مسح وتنضيف وكنيس. المهم خلّصت بقى يا جماعة، وخدت بعضي ورُحت على طول البلد عشان أشوف أختي وحشتني، وأشوف كمان بنت عمتي وخطيبة أخويا، بصراحة ما شُفتهمش من زمان وحشوني. وقُلت لازم نقعد بقى قعدة حلوة كده مع بعض، ضحك وهزار ولعب. وطبعًا إحنا كنا هنروح عندنا زي ما أنتم متعودين إن إحنا بنتجمّع في بيت العيلة اللي هو بيت أمي. بس عقبال عندكم يا رب وعقبال حبايبكم. فرح أخويا قرّب خلاص، فجايب بقى حاجات يعني حاططها بقى في الشقة عندنا، طبعًا مالية الصالة ولابخة الصالة ولابخة الأوض، فمش عارفين نروح هناك ولا عارفين نفتح البيت ولا نتلم زي كل مرّة، لإن طبعًا أخويا جايب حاجات لسه هيطلّعها شقته فوق. حتى أنا متعودة إن أنا أروح أقضّي الأجازة هناك، مانيش عارفة خالص من الحاجات طبعًا اللي محطوطة في قلب الأوض والصالة، وحاجات يعني كراكيب كتير لسه أخويا هياخدها فوق إن شاء الله، لمّا ييجي يفرش شقته هيحطها فوق. الله المستعان، الله المستعان. ربنا يفرّحه يا رب ويفرّح كل اللي زيه ويفرّح حبايبكم يا رب، اللهم آمين. الحمد لله على كل حال. المهم يا ولاد رُحنا بقى على بنت عمتي، قالت والله لازم تيجوا بقى عليّا كده عشان نقعد مع بعض ونفرح مع بعض ونهزر بقى ونتكلم وكده ونقعد قعدة حلوة كده، قعدة حريم مع بعض. المهم بقى كنا عاملين فراخ ومكرونة وكوسة وفتة، الصلاة على النبي. والله العظيم يا جماعة يعني أنا مش قادرة أقول لكم اليوم ده أنا باستناه عشان أطلع من اللي أنا فيه. طبعًا بقى شغلي حابسني شوية، ولادي طبعًا مروقين عليَّ على الآخر، فاليوم ده بصراحة يعني بيطلعني يعني كده بُصّوا من خنقة لحاجة كده حلوة كلّها ضحك وهزار. ربنا يخلّي اللمة الحلوة، ربنا يخلّي الأهالي الحلوة. وطبعًا يا جماعة أنا كنت هنا في العيد، أنا جيت تاني يوم هنا أعيد على خطيبة أخويا، بس ما صوّرتش الصراحة. بس أنا لازم آجي أعيّد على خطيبة أخويا، لإن دلوقتي أنا مكان أم الله يرحمها، هو ما فيش حد هييجي زي الأم، بس أنا البديل يعني، بديل لازم أروح أعيّد على خطيبة أخويا. وبنت عمتي طبعًا دي أختي وحبيبتي، وأنتم عارفين أساسًا إن إحنا أهل في بعض. والله يا جماعة هم اللي بيفضلوا يتحايلوا عليّا اللي أنا أروح. أنتم عارفين طبعًا أنا ما باروحش كتير عشان الدراسة والمدرسة والبيت وشغل وكده.
فطبعًا باستنى بقى الإجازة، يعني باحاول إن أنا إيه، أروح يعني إيه، أروّق على نفسي شوية، وهُم والله بيفضلوا يقولوا لي: "تعالي يا أم ميدو، تعالي يا أم ميدو اقعدي معانا شوية، تعالي يا أم ميدو روّقي على نفسِك شوية." وطبعًا في ناس حبايبي كتير بيستنوا اليوم ده عشان أروح، والله العظيم يا جماعة يعني الحمد لله بنضحك ضحك، طول ما الواحدة محبوبة وشها بشوش، معاملتها حلوة مع الناس، أسلوبها حلو، هتلاقوا الناس كلّها بتحبها، المعاملة الطيبة بتخلّي الناس كلّها تقرّب منِّك وتحبِّك. الحمد لله على كل حال، وده يا جماعة بقى إيه، كان غدانا، تعالوا بقى اتغدوا معانا، مع ألف سلامة حبايبي هتوحشوني، باحبكم في الله.